تعالوا نعمل مع بعض مكرونه مشطشطه بالصلصه بتاعت اخر الليل. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم مكرونه جوع اخر الليل. طبعا كلنا بنقوم بالليل نعمل مكرونه مشطشطه بالصلصه، حاجه خطيره، بس هي بالايطالي اسمها بيني الا رابياتا. يعني ايه الكلام ده؟ ارابياتا مش يعني عربيه، ارابياتا بالايطالي يعني غضبان عشان حراقه. يلا بينا اقول لكم مكونات. هستخدم النهارده باستا بيني سيتشيليانو، طماطم متقشره متقطعه مكعبات، توم، فلفل حراق مفروم، صلصه، ريحان، بقدونس مفروم، وجبنه بارميجانو ودي اختياري، ملح وفلفل، زيت زيتون. اول حاجه هعملها هملح الميه بتاعه الباستا كويس جدا. عقبال ما الباستا تستوي في 7 دقايق بالظبط هنعمل صوص الرابياتا، زيت زيتون، توم مفروم، فلفل حراق زي ما تحبوا، صلصة طماطم، واخيرا الطماطم المتقطعة المتقشرة. هنحط الريحان المتقطع، هاخدوا نقطة زيت زيتون كمان نلمع الصوص ونتبله بطعم زيت الزيتون اللي يجنن. تبل بملح، فلفل اسود، وبس على كده. هنسيب الصوص ده لحد ما الباستا تستوي. اول ما الباستا تستوي هننزلها على الصوص وناكل احلى بيني الا رابياتا او مكرونة ليلية مشطشطة. يلا هوريها لكم دلوقتي. كده الباستا خلصت، الصوص خلص في 7 دقايق بالظبط. هاخد الباستا في اي بوله بره، او لو عاملين صوص قليل اقل من ده يبقى في الطاسه على طول. بس انا عشان عامل صوص كتير، عشان انا بحب اعمل الصوص لمره واتنين، هاخد الباستا بره بشويه ميه منها، وبعد كده هحط عليها الصوص. هحط عليه بقدونس مفروم، فلفل حراق كده حب عشان الناس لما تاكل تعرف ان في فلفل هنا، شويه جبنه بارميجانو، وهقلب. هغرف الباستا وهاجي اوريها لكم. بصوا بقى، ده منظر الباستا البيني الا رابياتا او مكرونه المشطشطه بتاعت اخر الليل. قدمت جنبها بانيه، تقدروا تقدموا جنبها سكالوب او اي حاجه تحبوها. طبقوا الوصفه دي واعملوا لي منشن انا وست شيرين لما تنزلوها عشان نشيرها لكم. وبألف هنا وشفا.